السلام عليكم يا صاحبي، معاكم معتز من قناة موبايل برو بلس. ريلمي أعلنت رسميا عن موبايلها الجديد ريلمي 14 برو بلس في الصين. الموبايل بيركز بشكل كبير على التصميم والكاميرا، ويعتبر من أفضل الموبايلات المتوسطة من ناحية التصوير. في الفيديو ده هنشوف كل مواصفاته وسعره، وكمان هل فعلا تم تطويره عن الجيل اللي فات ولا لا. يلا بينا نبدأ على بركة الله، وما تنساش تصلي على النبي على أفضل الصلاة والسلام. الموبايل دلوقتي بيجي بحاجة أول مرة نشوفها في أي موبايل قبل كده. زمان كنا بنشوف موبايلات بتغير لونها لما ضوء الشمس بيوقع عليها، لكن ريلمي 14 برو بلس هيفاجئك بحاجة مختلفة تماما. الموبايل بيغير لونه مع درجات الحرارة الباردة. لو الدنيا حر هتلاقي الظهر لونه أبيض لؤلؤي، لكن لو الحرارة نزلت عن 16 درجة مئوية هيبدأ يظهر تموجات زرقاء على الظهر، ومجرد ما الموبايل يسخن تاني هيرجع لونه الأبيض مصفر بسرعة. دي أول مرة يتم استخدام الخامات دي في الهواتف، لكن للأسف الميزة دي مش مستمرة طول العمر. ممكن تفضل شغالة لمدة سنة تقريبا وبعدها تبهت، لكن بصراحة حاجة ممتازة جدا بالريلمي. الموبايل بيدعم معيار الاي بي 68 و 69 لمقاومة للماء الساخنة، ودي برضه إضافة قوية من ريلمي. أما بالنسبة للتصميم فبصراحة مفيش تغيير كبير عن الجيل اللي فات، لكن على الظهر هنلاقي 3 فلاشات ليد متوزعين على شكل دائري بزاوية 120 درجة بين كل واحدة والتانية، وبتسميها ريلمي إليجانس بلو، والهدف منها توزيع الإضاءة بشكل متساوي. الشاشة بتجي ب 5D كريفت، وكمان الإطار بتاعها رفيع جدا سميك 1.6 ملي، والظهر عليه ملمس ملطفي علشان ما يسيبش بصمات، والإضاءة عليه طبقة ذهبية. حتى الكاميرا الخلفية محاطة بحلقة ذهبية، فبصراحة التصميم ممتاز جدا رغم انه مشابه للجيل اللي فات، لكن الميزة جديدة بالخامات الجديدة دي في الظهر. مواصفات الشاشة بصراحة حاجة مميزة جدا لأنها حجمها 6.83 بوصة من نوع أموليد، دقتها في 1.5 كي، مع كثافة بكسلات 450 بكسل لكل بوصة، وبتدعم مليار لون ومعدل تحديث 120 هرتز. سطوعها بيوصل ل 1500 شمعة، يعني الرؤية هتكون ممتازة حتى تحت الشمس المباشرة. بشكل عام الشاشة هتقدم تجربة مشاهدة ممتعة مع ألوان جميلة وزاوية رؤية ممتازة، بفضل الحواف الرفيعة جدا من الأربع جهات. الأداء والمعالج، ريلمي 14 برو بلس بيجي بمعالج سناب دراجون 7 اس الجيل الثالث، والمعالج ده حسب أرقام كوالكوم أداء جرافيك زاد بنسبة 70% عن الجيل اللي فات. أداء المعالج المركز أحسن بنسبة 20%، والذكاء الاصطناعي بقى أقوى ب30%، واستهلاك الطاقة أقل بنسبة 10%. الموبايل جاب أكتر من 735 ألف نقطة على منصة أنوتي، وده معناه إن مش الأفضل في فئته، لكن بيقدم أداء محترم جدا، خاصة إنه مدعوم بغرفة تبريد الفي بمساحة 6000 ملي مربع، وده هيحافظ على حرارة الموبايل أثناء اللعب المكثف. الكاميرات والتصوير، ريلمي دائما بتهتم بالتفاصيل الصغيرة في الكاميرات، والموبايل ده بيجي بثلاث كاميرات خلفية. الكاميرا الرئيسية مستشعر سوني أميكس إكس 896 بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا الزوم مستشعر سوني بدقة 50 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة عدسة 8 ميجا بكسل، والكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجا بكسل. التصوير بيعتمد على نظام الهيمو ايمج بلس من ريلمي، والنتائج كانت ممتازة والتفاصيل واضحة والتباين عالي ومدة ألوان الديميكي جيدة جدا. حتى كاميرا الزوم بتقدم تفاصيل ممتازة حتى عند الاكس 3 زوم، والكاميرا الأمامية والخلفية بيدعم التصوير ال 4K بسرعة 30 إطار في الثانية. البطارية والشحن، الموبايل بيجي ببطارية 6000 ملي أمبير وبيدعم شحن سريع 80 واط، وطبقا لاختيارات الشركة الموبايل بيشحن 50% في 24 دقيقة بس. الأداء هنا هيكون ممتاز وهيكمل معاك يوم كامل بسهولة. النظام ومزايا الإضافية، بيشتغل بواجهة الريلمي يو اي 6.0 مع اندرويد 15، في مميزة شبيهة لنيوينسي اس لاند من أبل، بيدعم تقنية صوت ريو ساوند، مستشعر البصمة مدمج في الشاشة. للأسف مفيش منفذ 3.5 ملي للسماعة،
والسعر هنا سعر موبايل النسخة 256 جيجا زائد 8 جيجا رام هيكون حوالي $350 فقط. والخلاصة ريلمي 14 برو بلس موبايل مميز جدا، الشركة ركزت فيه على التصميم والخامات الجديدة في الظهر، واهتمت جدا بالكاميرات، وكمان ضافت مقاومة المية والأتربة بمعيار الاي بي 69. في النهاية ايه رأيك في الموبايل ده، وهل يستحق الشراء؟ وشاركنا رأيك بالتعليقات. كان معكم معتز، واشوفكم في فيديو جديد، في امان الله.